بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في قناة الجماهير والكورة. وأخيرا ورسميا وخلصنا من صراع المهاجم واللاعب جوستافو سوزا البرازيلي هو مهاجم النادي الأهلي. رسميا خلاص النادي الأهلي أنهى صفقة المهاجم وتعاقد مع اللاعب جوستافو سوزا لاعب جنبوك الكوري. طبعا احنا عارفين المفاوضات قعدت فتره كبيره جدا، يكاد نقول مثلا المفاوضات الاهلي كان هيتعاقد لعيب من السنه اللي فاتت مع اللعيب، بس حصل مشكله واللعيب ما جاش، وبعد كده النادي الاهلي فتح خط مفاوضات والنادي كان خلاص هيبيعه، وبعد كده المدرب والاهلي عرض 700 الف دولار، واخيرا الاهلي خلاص نادي جون بوك خد 1,300,000 دولار، واللعيب عمل الكشف الطبي واللعيب رسميا في النادي الاهلي. جوستافو سوزا مضى للاهلي على عقد لمده 3 سنين، هياخد في الموسم 700,000 دولار. اللعيب ارقامه مش كويسه، بس ده طلب من المدرب السويسري مارسيل كولر. فهل فعلا جوستافو سوزا هيقدر اللي هو يفيد النادي الاهلي؟ ده للايام هتثبته لنا والمباريات.